السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم مسمنات معمرين كيطيبوا في الفران. مسمنات معمرين بحشوة كتجي زوينة ولذيذة بزاف وسهلة وكيوجدوا دغيا دغيا. كنحتاجو للعجينة 2 كيسان ديال الطحين سبيسيال، وكاس ديال الفورس، معلقة صغيرة ديال الخميرة الطرية ولا الجافة، ومعلقة صغيرة ديال الألزة يعني الخميرة الحلوة. كنخلطوا المقادير الجافه مزيان. كنديروا حتى شويه ديال الملحه. كنخلطوا المقادير مزيان، ومن بعد كنضيفوا الماء دافي، يعني يكون غادي للبرد ماشي غادي للسخون. كنخلطوا العجينه حتى كتجمع لينا، من بعد كندلكوها واحد شويه شي 2 دقائق هكاك، ما كاملاش. المهم العجينه العاديه ديال المسمن. من بعد كنشكلوا كويرات، كندوبوا الزبده والزيت، كنخلطهم مع بعضياتهم وكنشكلوا كويرات كما كتشوفوا. كنشكلوهم ونحطوهم يعني على جنب، من بعد نغطيوهم بالبلاستيك الغذائي ونخليوهم، يعني نخليوهم يرتاحوا واحد شي شويه من ما وجدنا الحشوه. الحشوه اللي هي سهله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. انا متاكده انها غادي تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وردوا عليا. ما تنساوش تبقاو تردوا عليا او تقولوا لي الاقتراحات ديالكم او الطلبات ديالكم في لي كومونتير، راني كنقراهم، ولا في الصفحه ديالي على الفيسبوك سيام كيتشن. كنحتاجو الزيتون خضر مقطع صغير، الطون، شويه ديال القزبر ومعدنوس، التحميره والكمون، الملحه والبزار، زيت الزيتون. واللي بغى يزيد باش يعطي واحد النسمه ديال الحروريه، زيدوا شويه ديال الهريسه، يعني اختياري. اللي ما كيبغيش الهريسه ماشي مشكل. المهم والبصله محمره نكونوا حمرناها في المقله، يعني حتى كتولي محمره مزيان كتعطي واحد النكهه هائله جدا. نخلطوهم مزيان، وهنا غادي يكون وجد لنا العجين. كنطلقوه بالزيت والزبده حتى يولي يعني هكا كيولي مرق مزيان. كنديروا الحشوه في الوسط ونطويوها، يعني الطوي العادي ديال المسمن. نديروا طيه من الفوق وطيه من التحت باش ما تخرج ليناش الحشوه من التحت. من بعد نحطوهم في الصين بلا ما نطرقوهم، نخليوهم كما هما. نديروهم في الصينيه ديال الفران. نكونوا سخنا الفران واحد شويه على 180 درجه. ندهنوهم بالبيض، ومن بعد نرشوا عليهم شويه ديال الزنجلان. وكما كتشوفوا راه كيجيو هائلين. هانتوما كتشوفوا منظر رائع ومذاق ما نقول لكمش. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، وما تنساوش تفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.